صباح الفل عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ النهارده كلمتين على الماشي عن الفرق بين العزله والوحده، loneliness and solitude. انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، بس المره دي هحكي لكم عن حاجه واحده كنت اعرفها. كانت بتحكي لي يعني بتقول لي ان هي مثلا سافرت، او مش مثلا، ده حقيقه، انها سافرت باريس مره مع جوزها وولادها، وهي هناك حست بكم وحدة رهيبة مع انها مع جوزها وولادها وكل حاجة، وكانت في منتهى الحزن. وهي طبعا يعني في باريس وكل حاجة بقى، يعني كل حاجة موجودة، ولادها موجودين، جوزها موجود، حست في وسطهم بكم وحدة رهيبة. بعد كده برضو جات لها فرصة تسافر نفس المكان، باريس برضو، بس لوحدها المرة دي. كانت في منتهى السعادة، ما حسيتش بأي وحدة من أي نوع خالص، بالعكس إحساس الوحدة اتبدل بحرية، بونس. طب ونس إزاي وهي لوحدها؟ هي الحقيقة اتونست بنفسها. والناس الشاطرة في الدنيا اللي فاهمة الدنيا صح هي الناس اللي بتعرف تتونس بنفسها على قد ما تقدر. طبعا الست اللي كلمتني دي واحده ما كانتش سعيده في جوازها اكيد، لان هي مش عارفه تتبسط في وسط العيله دي، مع انها عيله مكتمله وكل حاجه، لان هي مش عارفه تتبسط مع جوزها، وده بقى يعني ريفلكتد او بان على اولادها، فما بقتش عارفه تتبسط في العيله دي كلها على بعضها. لكن لما راحت لوحدها حست ان هي مش مسؤوله عن حد، مش محتاجه تبسط حد، مش محتاجه تمثل قدام جوزها انها بتحبه او انها بتتبسط معاه، مش مسؤوله تدلع وتهنن وتاكل وتشرب وتشوف مين زعلان من ايه وتصالح. ويعني ابتدت تركز في نفسها وتتونس بنفسها وتتبسط بنفسها من غير ما يبقى في حد تاني مضطره ان هي تاخد بالها منه، وهي الحقيقه مش حابه ده ومش حباه هو شخصيا. فهي ست غلبانه، وان هي مضطره تعيش مع الراجل ده وولادها في environment او يعني في بيئه هي مش عايزه تعيش فيها. وللاسف يعني اعتقد ان الستات كتير قوي قوي في مصر في الموقف ده، وهم في وسط عيلتهم واسرهم حاسين بالوحده، لكن يمكن لما بيبعدوا ويروحوا حته تانية لوحدهم بيحسوا ان هم كويسين وان هم تمام وان هم ما فيش اي وحده ولا حاجه. بيحسوا بحاجه اسمها العزله، والعزله للناس دي مخرج وملاذ وطريقه ان هم ينقذوا نفسهم بنفسهم. وصلت؟ اشوفكم دايما على خير. باي باي.